هيفاء وهبي نيولوك للمرة الأولى مع هذا النجم. تعاقدت الفنانة هيفاء وهبي على دور البطولة أمام الفنان المصري مصطفى شعبان في فيلم سينمائي جديد يعود إلى السينما بعد غياب أكثر من 13 عام وفقا ما أفاد لها. ويشهد الفيلم أول تعاون بين هيفاء ومصطفى شعبان، ومن المنتظر أن تتخلل الأحداث عديدا من المفاجآت. وتنتظر هيفاء عرض فيلم الجديد الولاد المحظوظة في دورها السينمائي في السينما، وهو يضم عدد كبير من الفنانين: محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي المغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي، وضيفة الشرف رشا فهد. والفيلم من تأليف هيثم سعد وإخراج مرقس عادل. تدور الأحداث في إطار الآتي رومانسي، وتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية التي تأتي إلى مصر وتمر بعديد من المواقف. كذلك نشرت هيفاء صور جديدة عبر حسابها على تطبيق الانستجرام، وطلت فيها بإطلالة كاجوال بالجينز ونيولوك، حيث اختارت لون شعرها البني وهي المعروف بالشعر الأسود. هيفاء وهبي نيولوك للمرة الأولى